السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه احلى اخوات؟ يا رب تكونوا كلكم بخير في اتم صحة وافضل حال. كل سنة وانتم جميعا طيبين وبخير وسعادة. هنعمل بقى روتين صباحي كده للبوتاجاز. شايفين منظره كده ايه؟ كله ردة، بس مش تسخات، دي ردة العيش بأبسط مكونات عندك اللي هو سائل المواعين. وهنعمل بشوية خل كده برضو، هدلقهم كده على سائل المواعين ده، وهنبدأ ان شاء الله كده ايه ننضفه مع بعض. طيب قلبي، خلاص خلصنا اهو كده البوتاجاز. انتوا شايفين بقى نضيف وبيلمع ازاي؟ دي طبعا تنظيفة مش عميقة، بس بأبسط الحاجات كده بننضفه ونخليه زي الفل. انا على فكرة شلت العيون، غسلتها برضو رجعتها تاني زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة من اكتر الحاجات اللي بحب ما تبقاش متبهدلة او بتريحني نفسيا وانا واقفة هو البوتاجاز وهو نضيف. الخل على فكرة بيسيح الدهون حتى لو عملناه كده على السيراميك. يعني بصوا عندي السيراميك نضيف خالص ازاي، بصوا مفيهوش اي دهون حتى في الجنب. هقول لكم كده على شوية ايه نصايح ممكن ناس كتير ما بتاخدش بالها وهي بتقف قدام البوتاجاز او بتعمل الاكل او بتستعمل حاجات كتير كده وهي بتطبخ الاكل. اولا اكتر حاجة بتبهدل المطبخ او البوتاجاز او محول البوتاجاز هي المقليات، الحاجات اللي احنا بنقليها طبعا. يفضل ان انت مثلا تقلي في حاجة واطية، او تختاري مثلا حلة تكون غويطة كده خلاص استغنيتي عنها، مثلا زي الحلة اللي انا صورتها معاكم قبل كده اللي هي الصاج دي، بتبقى غويطة. دي اول حاجة بتحافظ على عدم طرطشة الزيوت على السيراميك او البوتاجاز او كثرة الدهون على البوتاجاز عموما. اما نيجي مثلا نكون بنعمل مثلا رز بتاع سمك، طبعا بنحمر البصل وبنحط عليه المية. اما باجي مثلا اشيل الغطا بيطلع طبعا البخار. المفروض انا اسقط الرز واوطي النار قبل ما احط الرز مثلا عشان البخار ما يطلعش مرة واحدة. البخار ده طبعا بيبقى كله زيوت او المادة الدهنية اللي احنا طابخين بيها. طبعا ده بيعمل برضو على طرطشة الدهون على السيراميك وعلى البوتاجاز. اكتر من حاجة ما نيجي نقلي بطاطس ما نقعدش مثلا نمسك البطاطس نرميها كده من فوق، حتى لو الزيت سخن قوي نسخنه بعقل كده وبعد كده نوطي نرمي البطاطس بتاعتنا وبعد كده نعلي تاني، مفيش مشكلة. يعني في اكتر من حاجة كده المفروض احنا بناخد بالنا منهم، مش بنرمي كده وخلاص. من اكتر الحاجات كمان اللي بتبهدل البوتاجاز ان احنا بنكون بنقلب بمغرفة بمعلقة تكون كلها بقى دهون وزيوت، ونطلعها نرميها كده على الحوامل مثلا دي، الحوامل دي او هنا. لا، خصصي طبق او حاجة حطي عليها الطبق او سوري المعلقة او المغرفة اللي انتي بتستعمليها. وحاجات كتير ان شاء الله يعني المفروض احنا ناخد بالنا منها. دي بتحافظ على عدم الطرطشة وبتخلي عندك السيراميك يقعد كده لمدة اطول نضيف زي ما انتوا شايفينه عندي. بصوا لحد فوق مفيش نقطة دهون. ليه؟ لان انا بخلي بالي من الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. بحبكم في الله واتمنى تدعوا الحماية وابني كده بالشفاء ان شاء الله. دمتم ان شاء الله بخير وفي سعادة. واشوفكم دايما على خير وراجعين ان شاء الله. بس انا عندي كام مشكلة كده بالنسبة للقناة، هنظبطها ان شاء الله ونرجع مع بعض تاني. يلا، بحبكم في الله احلى اخوات، مع السلامة.